ليه منشفة الحارس مندي عملت كل الخناقة دي في نهائي افريقيا؟ نهائي كاس الامم الافريقية 2025 المغرب والسنغال، مباراة كانت نار بتوصل للاشواط الاضافية، والتوتر يا ابو الكباتن كان في السماء. وفجأة لعيبة المغرب وحاملي الكرات بيحاولوا يبعدوا منشفة ادوارد مندي حارس السنغال، والحارس الاحتياطي كان واقف عليها طوال المباراة. الموضوع يا ابو الكباتن بيكبر، واشرف حكيمي بنفسه بيرمي منشفة مندي بره الملعب بامر من مشجعين المغرب، ويجري وراها لاعب السنغال ويجيبها تاني، والاعصاب بتولع بين لاعبي الفريقين، ويحصل مشاده كلاميه بين اللاعبين بسبب منشفه. في يا شباب دي منشفه يعني كبرتوا الموضوع. ولكن يا ابو الكباتن بيظهر فيديو انا يعني ما كنتش احب ان انا اشوفه ابدا. حارس السنغال الاحتياطي قضى المباراه باكملها وهو واقف حراسه على المنشفه علشان يمنع لاعبي المغرب وحاملي الكرات من انهم ياخدوها من مندي. في مشاهد وصفتها الصحافه انها غريبه. الموضوع خرج عن السيطره لدرجه ان حاملي الكرات في الملعب بيعملوا في حارس السنغال الاحتياطي زي ما انت شايف كده، ده ولا كانهم ماسكين حرامي. ده فيديو تاني للاعب المنتخب المغربي الصباري، تخيل واقف قدام الحارس الاحتياطي وعاوز ياخد منه المنشفه او حتى يمنعه ان هو يديها لمندي. انا وانا بعمل الفيديو ده كنت هموت وافهم السبب، لحد ما عرفت ان المنشفه دي روتين نفس المندي حارس السنغال قبل ضربات الجزاء. هو الحارس ده كده ما بيعرفش يطمن الا لما منشفته تكون جنبه، فلاعبي المغرب وحاملي الكرات كانوا عاوزين يشتتوه باي طريقه، فظهر المشهد زي ما انت شايف كده. فلو هتوصف المشاهد دي بكلمه واحده هتقول ايه؟